الميدي 2. مرحبا بكم في الاستماع. رجعنا لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم في الميدي 2 حتى للساعتين نتاع القائله. نحكيو على منع الزملاء الصحفيين من تغطيه اعمال الجلسه الافتتاحيه للبرلمان. معنا بالتليفون الزميله نائبه نقيب الصحفيين اميره محمد. اميره عسلامه. مرحبا. الجلسة افتتاحية يمنع الزملاء الصحفيين من التغطية، هذا ظهر لي خطوة جديدة هذه في إطار معاداة الصحفيين. فعلا هي خطوة تصعيدية أخرى من تجي في سلسلة من يعني خطوات سابقة اللي تضرب حرية الصحافة، تضرب حق المواطن في المعلومة. اليوم اللي صار من نجم نصفوه كان بالفضيحة، لأنه السلطة بقرارها هذا أساءت لصورة تونس. عديد وسائل الإعلام الخاصة والدولية اليوم كانت حاضرة لتغطية افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب، ولكن للأسف يتم منحهم من الدخول في سياسة إقصائية ممنهجة تعتمدها السلطة الحالية لضرب تعددية المشهد الإعلامي، لضرب حق الصحفي في العمل، لضرب حق المواطن في المعلومة، للتعتيم، وإنه المواطن ما يعرفش شنو هو صاير داخل مؤسسات الدولة، شنو هو باش يصير تحت قبة البرلمان. هذا يعني خطير وخطير برشا. إنه اليوم نلقاو جلسة افتتاحية يتم منع الصحافة التونسية جهويا ووطنيا ودوليا من اني تغطيها. هذايا كما قلت من نجم نصفوه كان خطير، يجي في اطار سياسه كامله تعتمد فيها السلطه في لضرب حريه الاعلام اللي جات بفضل الثوره التونسيه 11 سنه. اول مره يصير في مجلس النواب اللي صار اليوم، الفضيحه اللي صارت اليوم، واللي اكثر زاد هذا اللي يخلينا نزيدوا نتخوفوا اكثر، انه اليوم النواب الجدد داخلين لمجلس النواب وشوفوا في الصحفيين المحتجين موجودين قدام مجلس النواب رافضين منحهم، ولكن ما تمش التعبير على حتى يعني استهجانهم او رفضهم للممارسه اللي تتعرض لها الصحافه التونسيه اليوم. هذا ربما اخطر في حد ذاته، هذا اخطر من اللي صاير بالطبيعه هذا خطير اليوم، لانه مجلس النواب سيشرع قوانين عندها علاقه بالحريات، عندها علاقه الأعلام، عندها علاقة بمستقبل البلاد، بمستقبل القطاع. فإذا كان اليوم ما يوريوش كنواب مجلس شعب أنهم ضامنين لحرية الأعلام، للحقوق والحريات بصفة عامة، فهي خيبة المسعى. فكيفاش باش تكون عندنا فيهم ثقة غدوة باش يعملوا لنا قوانين ضامنة للحريات، ضامنة لحق المواطن في المعلومة؟ لأنه اليوم اللي صار راهو ما يضربش كان الصحفي، ويضرب كل مواطن تونسي اللي عنده الحق في أنه يعرف شنو صاير في مؤسسات الدولة. الحقيقة معناتها احنا استغربنا تصرف السلطة، ورغم ان هي سياستها سابقة تعتيم في التعتيم. هنا نذكر انه رئاسة الجمهورية نفس السياسة تعتمدها، ورئاسة الحكومة تعتمد نفس السياسة، واليوم يلتحق بها البرلمان. ولكن عدم استنكار النواب لما حدث هو حتى إساءة لهم، هما إساءة لمجلس جديد في أول جلساته أنه تصير فيه الفضيحة هذه. أميرة بالله مش نختم معك بنقطة، خلينا نفسر زاد للناس اللي تسمع فينا ونمشي جوسكوبو في الريزونمون. المعمول به انه يكون فما ان فيزافي، يعني يكون اذا كان تقرر منع الصحفيين انهم يخدموا خدمتهم كما كنت تحكي انت، على الاقل يتم اعلامهم مسبقا. يعني الصورة اليوم باش نوضحوا الناس تسمع فينا، الصحفيين زملاء صحفيين مشاو باش يخدموا امام البرلمان، باش يوصلوا المعلومة، باش يدخلوا كالعادة، تم منحهم في الصباح هك. حتى قبل ما يمشيوا الزملاء الصحفيين الجمعة اللي فاتت بعثوا ميلوات، المؤسسات الإعلامية بعثت ميلوات فيها أسماء الصحفيين المكلفين بالتغطية، فيها أرقام بطاقاتهم التعريفي، إذا كان باش نحكيوا على أمور أمنية وتنظيمية كما متعودين نخدم نفس البروسيدور العادية. رغم انه ما فماش فيزافي، ما فماش شخص نعرفوا انه هو مكلف بالملف هذا، ولكن اتصلنا بشخص من اداره الاعلام في مجلس النواب، عندي من قبل هو يخدم اداري في مجلس النواب، وارسلنا لهم القائمات. كل مؤسسه ارسلت اسماء الصحفيين والمصورين الصحفيين اللي مكلفين بالتغطيه، معطيتهم يعني رقم بطاقه التعريف. ولكن للاسف يعني ما نحكيش حتى على اللي مش مقيد اسمه، ناس مسجله اسمائها من الجمعه
اللي فاتت. احنا كنقابه اتصلنا بالبرلمان، قالوا لنا ما عندنا حتى معلومه كيفاش باش يصير، ابعثوا لنا الليسته، نقول للزملاء يبعثوا الليسته ومن بعد نشوفوا كيفاش. اتصلنا برئاسه الجمهوريه، لانه اليوم اللي تقال لنا في البرلمان كل واحد يقول انه التعليمات جات من رئاسه الجمهوريه القائمه عند الامن الرئاسي. اتصلنا برئاسه الجمهوريه تقول ما عنديش دخل، لكن القائمه كانت موجوده فيها اسماء من الاعلام العمومي فقط لا غير، واقصاء بقيه المؤسسات سواء يعني الخاصه والدوليه المحليه والجهويه والمركزيه. يعني اليوم عدد كبير من الزملاء اللي تحولوا من الجهات وزملاء يعني جاوا للتغطيه من 8 متاع الصباح قدام مجلس النواب، ورغم الاتصالات المتكرره كل طرف في السلطه اليوم يرمي المسؤوليه على غيره ويقول انا ما عنديش دخل. الحقيقه هذه حاجه خطيره ما نجموش انه نسكتوا عليها، لانه اذا كان اليوم يتم منع الصحفيين من تغطيه الجلسه الافتتاحيه، راهو ينجم غدوه يتم منع الصحفيين من تغطيه كل اشغال مجلس النواب الشعب. ولهنا نحب نذكر اللي يسمعوا فينا المواطنين انه راهو قبل كانت فما حاجات حبوا نواب يعديوها في المهموته، والصحافه والمجتمع المدني اللي كانوا موجودين في مجلس النواب واللي كانوا يقظين هما اللي فيقوا بها المواطن التونسي اللي اعترض عليها واللي تم اسقاطها. يعني اليوم اذا كان يتم منع الصحفيين فاكيد انه فما حاجات يحبوا يعديوها من غير ما يعلم بها الراي العام الوطني، من غير ما يعلموا بها المواطنين التوانسه باش يتصدوا لها، وهذا زاد خطير. راهو احنا كصحفيين كي نخدموا في مجلس النواب ما عندناش امتياز، احنا نخدموا نلوجوا على المعلومه باش نقدموها للمواطن التونسي باش يعرف شنو صاير، باش يعرف المجلس شنو قاعد يتداول، شنو مشاريع القوانين اللي يخدم عليها. ولكن كي يتم منعنا ديما نطرح نقطه استفهام، راهو المنع الغايه منه اكيد تكون اخفاء اشياء ما يحبوش المواطنين يعرفوها. هذه نقطه. النقطه الثانيه انه احنا اليوم 11 سنه بعد الثوره كل البرلمانات اللي جات السابقه الجلسه الافتتاحيه بالعكس تم دعوه وسائل الاعلام، تم دعوه المجتمع المدني، تم دعوه يعني الشخصيات الوطنيه لحضور هذا الافتتاح، ولكن هذا الكل ما تمش. احنا اللي يهمنا اليوم انه الصحافه التونسيه مقصيه باستثناء الاعلام العمومي اللي يحبوا يتم توظيفه في اتجاه معين. احنا نرفضوا انه تكون فما الصوت الواحد، الراي الواحد. حتى النواب نفسهم اليوم النواب الجدد تم ضرب حقهم في انهم يعرفوا برواحهم للمواطنين عبر وسائل الاعلام، في انهم يعبروا على ارائهم ومواقفهم عبر وسائل الاعلام. هم نفسهم. لذلك اليوم اذا كان هم ما يتحركوش ويدافعوا على حقهم في النفاذ لوسائل الاعلام، فانه للاسف يعني ضرب البرلمان الجديد ابتداء من الجلسه الاولى، لانه اليوم تعود تكون الخبر الاول هو اشغال الافتتاح، باش يكون الخبر الاول هو منع الصحافه هذه في يعني وسائل الاعلام الخاصه والدوليه. كذلك تعود انه يكون اليوم النواب الجدد يعرفوا برواحهم للمواطنين التوانسه. للاسف زاد تم ضرب هذا الحق اللي هم عندهم حق في النفاذ لمختلف وسائل الاعلام بتعددها وتنوعها. احنا في النقابه المكتب التنفيذي في اجتماع دائم، وباش يكون عندنا مواقف، وباش يكون غدوه عندنا زاد لقاء اعلامي ندوه صحفيه لهذا الموضوع. فقط نختم معك بنقطه اميره، تاكد لي انه نحكيوا على النواب الجدد، النواب على علم بالاعتصام هذا نتاع الصحفيين، على علم بالمنع، شافوا المنع هذا وما كانش فما حتى مجرد استفسار من طرف اي نائب يعني على الوضعيه. النواب الجدد وهما داخلين، وحتى حكينا مع بعض النواب ولا واحد منهم تلفت للصحفيين والا عبر على استنكاره لما يحدث. دخلوا شافوا الاعلام التونسي كيفاش واقفين قدام الحاجز الامني منين الدخول لمجلس النواب، منين يدخلوا هما. ولكن للاسف وكانه ما فماش مواطنين توانسه يحتاجوا على حقهم في العمل. حقنا في العمل هذه ابسط حاجه، معناتها احنا جايين نقوموا بمهمتنا في العمل الصحفي كما هما جايين باش يقوموا بمهمتهم في البرلمان. راهو مهمه الصحافه زاد ان هي تواكب اشغال البرلمان وتقوم بمهمتها بكل حريه في التغطيه. ولكن للاسف امتحان اول كان صعب وسقط فيه العديد من النواب. احنا نتمنى انه يتداركوا ذلك، اللي عندهم النظام الداخلي اللي يحضروه، عندهم حريه القرار فيما بعد. اذا كان اليوم ممكن ينجم يقولوا انه جهات اخرى خذت القرار عوضا عنهم، ولكن اذا يتواصل المنع فوقتها بالحق يكون امتحان رسبوا فيه النواب الجدد.
شكرا لك أميرة محمد. زميلة أميرة محمد نائبة نقيب الصحفيين التونسيين. كنا حكينا على منع الصحفيين تغطية أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وكنت تسمع زادة في أميرة اللي حكيت على النواب الجدد، النواب اللي موجودين في البرلمان هذايا، اللي كانوا شافوا الاعتصام تاع الزملاء الصحفيين، كانوا شافوا مجموعة من الصحفيين، ما ثم حتى استفسار أو ربما التضامن، مانيش نحكي على التضامن، ما فماش حتى شكون حاول أنه يستفسر الوضعية هذه، وهذا ساوند ديلون الحقيقة على تركيبة أو نظرة النواب، على الأقل النواب اللي شافوا الصحفيين اللي موجودين والزملاء اللي موجودين غادي على عين المكان. يعطينا فكرة لمحة بسيطة على جزء من النواب على الأقل. بعد شوية نحكيو على منظمة البوصلة، نحكيو مع أمين خرات محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة باش نحاول نفهموا منه أوكي اليوم يتم منع الصحفيين، يبدو أنه طريقة التعامل في البرلمان ما هيش تكون نفسها كما في البرلمانات الفارطة. هاو مباشرة الآن تتم عملية توا حاليا تتم عملية الانتخاب واختيار رئيسة البرلمان والنواب نتاعو. طريقة العمل يبدو أنه طريقة التعامل على منظمات المجتمع المدني، هل باش تبقى نفس الطرق؟ هل باش تكون فما رقابة العمل البرلماني من طرف منظمات المجتمع المدني؟ أسئلة هذه وغيرها نطرحوها بعد شوية على أمين خرات محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة. قبل هذا نخليكم مع الموسيقى Don't Go.